أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. باعتبار أن اليوم هو آخر أيام التحصيل، وقد وصلنا في البحث الأصولي والفقهي إلى رؤوس مطالب تستدعي مزيد من الوقت، وبمناسبة حلول شهر شعبان العظيم بمناسباته الكبيرة وقرب حلول شهر رمضان المبارك، وهي الفترة المناسبة جدا للالتفات إلى الذات وترويض الذات، نخرج في هذا اليوم عن السياق المعتاد في بحث الأصول والفقه، ونتكلم بكلام لعله وأرجو الله عز وجل أن يكون نافعا مفيدا. قال تبارك وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. في مسيرة الإنسان إلى الكمال وإلى تجميل الظاهر وتجميل الباطن، لابد وأن يكون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى. مقام العبودية هو أسمى ما يصل إليه الإنسان. هذا المقام يقوم على قاعدتين عند أهل المعرفة. القاعدة الأولى هي الرغبة، والقاعدة الثانية هي التخلية. الرغبة يعني طلب الإنسان للكمال، أن يطلب الإنسان الكمال، يتحرك نحو الكمال، يريده. الرغبة فعل إرادي منشأه اختيار الإنسان، إرادة الإنسان، يتحقق بالطلب وبالدعاء، بالاثنين معا. لابد للإنسان أن يطلب الكمال ويدعو الله عز وجل أن يعطيه الكمال. يتقوم هذا المقام بالأمرين معا. وهنا تظهر أهمية الدعاء والمناجاة، لأن الإنسان لا يصل إلى مطلوبه بإرادته فقط، وإنما لا بد وأن يريد، يطلب، يتحرك، يجهد نفسه لأجل الوصول، ثم يدعو. الطلب من دون دعاء في المقامات المعنوية طريقه مسدود. لا يمكن للإنسان في مقاماته المعنوية أن يعتمد على التحصيل فقط، أن يعتمد على الأسباب الظاهرية فقط، كما لا يمكنه
في المقامات المعنوية أن يدرك شيئا من المقامات بالدعاء فقط، وإنما بالاثنين لابد وأن يرغب، يطلب ويدعو. في الاثنين يبلغ الإنسان إلى ما يريد، إرادة ودعاء. وهنا تظهر أهمية الدعاء والمناجاة والذكر والخشوع والخضوع، مقامات الكمال التي هي غاية منى الطالبين. الإنسان بنفسه لا يصلها، لا يدركها. من جهة أخرى أن الرغبة وحدها لا تحقق للإنسان شيئا، لابد من رغبة وتخلية. التخلية من العيوب، من الرذائل، لأن الكمالات الإلهية، المقامات المعنوية فيوضات ربانية لا تدرس في الجامعات والمعاهد، ولا في الدروس الفقهية، ولا في الدروس الأصولية، ولا في الدروس المنطقية، ولا في غير ذلك. مسائل ليست تحصيلية، وإنما مسائل تنزيهية، مسائل تنقية، تصفية، تبدأ من داخل الإنسان، من جوهر الإنسان. لابد أن الإنسان يرغب، يطلب، يتحرك، يدعو، ويصفي باطنه من الرذائل حتى يصل إلى ما يريد. الكثير من الناس يسعون لتحصيل هذه المقامات، إلا أن القليل منهم يصلون، لأن هذه المقامات مو تحصيل واكتساب، مو قراءة كتب أو الحضور في المحاضرات، لا، هذا بعيد. كما أنها ليست بالتمنيات. الإنسان يتمنى أن ينال شيء، يتمنى أن يكون عبدا، يتمنى أن يكون مقربا. تمنيات لا توصل الإنسان إلى شيء. الآية المباركة تقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ذروه، اتركوه. إذا لا يترك الإنسان القبائح والرذائل ولا يطلب الكمال، لا يصل إلى كمال، لا يصل إلى مقام. مهما جهد، مهما اشتغل، مهما صام وصلى، مهما حج وقرأ القرآن، إذا رغبة وتخلية ماكو، لا يصل إلى مقام. من هنا يوصي أهل المعرفة الطالبين للمعرفة الإلهية، يوصوهم بوصيتين. الوصية الأولى أن الانشغال بإزالة حجب النفس خير من السعي للوصول إلى المحجوب. الوصية الثانية أن المطلوب في المقامات المعنوية، وهو الله تبارك وتعالى، لا يحتجب عن الخلق، لأن الحجاب ممتنع، مستحيل في حقه، وإنما العبد ينحجب، العبد ينحجب عن ربه. وهذا هو الذي
يشير إليه الإمام زين العابدين صلوات الله عليه في دعائه: إنك لا تحتجب عن خلقك ولكن تحجبهم الأعمال دونك. عليكم السلام ورحمة. العبد ينحجب عن ربه، فانشغال العبد بإزالة حجب النفس هذا خير من السعي للوصول إلى المحجوب. ليش؟ لأن السعي للوصول إلى المحجوب من دون إزالة الحواجب مستحيل، الوصول مستحيل، لا يصل الإنسان إلى مقام. فلا بد من الرغبة أولا، ثم التخلية. التخلية على 4 أقسام، من 4 أقسام من العيوب. القسم الأول عيوب النفس وشهوات الجسد، المأكل، الملبس، المطعم، المشرب، المنكح، المسكن، هذه كل واحدة منها حجاب يحجب النفس عن الوصول. الثاني حجب القلب، حب الجاه، حب الرئاسة والمنصب، الكبر، الحقد، الحسد، هذه تحجب القلب عن المشاهدة، ظلمات لا تدع القلب يرى الحقائق، تمنعه من رؤية الحقائق. الثالث حجب الروح، وهنا طامة كبرى قد يغفل عنها الكثير. للروح أيضا هناك حجب غير حجب القلب، غير حجب النفس. طلب الكرامات، طلب المقامات المعنوية من غير الطريق الشرعي، من غير الطريق المسنون من المعصومين عليهم السلام، هذا حجاب من حجب الروح، يحجب الإنسان عن رؤية الحقيقة. لذلك قد تظهر عند بعض الطالبين بعض الأشياء لكنها شيطانية وليست برحمانية. الرابع حجب العمل، لأن الإنسان في كثير من الأحيان يعمل العمل يحسبه حسنا وهو عند الله ليس كذلك، يلازم هذا العمل الأذى، الضر بنفسه بالآخرين ولو كان غير مقصود. إن هذه حجب تحجب الإنسان عن الوصول. إذن حتى يصل الإنسان إلى مقام المعنوية العالية لابد وأن يكون عبدا لله. حتى يكون عبدا لابد وأن تكون له رغبة، طلب للعبودية وتخلية عن العيوب المانعة من هذه العبودية. منشأ كل ذلك شنو؟ منشأ كل هذه العيوب المانعة الهوى وحب النفس. هذا هو جوهر المشاكل، جوهر العيوب عند الإنسان، حب النفس، الأنا. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، يضل. حتى في بعض الأعمال التي يتصورها الإنسان أنها حسنة وصالحة هي طريقها ضلالة، لأن الدافع هو حب النفس، السبب هو الهوى. هذا كله كان مقدمة.
مقدمة لرواية من عظائم الروايات، رواية عنوان البصري عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، جمعت أبواب المعارف. رواية واحدة لو يجرى عليها البحث والتحقيق لمن أراد المعرفة وطلبها تكفيه. فيها من الأسرار الشيء الكثير. الرواية يرويها العلامة المجلسي رضوان الله عليه عن الشيخ البهائي عن مشايخه. الرواية مفصلة، ولكن جدير بأهل العلم أن يمروا على مضمون ومضامين هذه الرواية. حقيقة من دون مبالغة كل فقرة من هذه الرواية هي تفتح لنا أبواب للمعرفة. الشيخ البهائي يرويها عن مشايخه عن عنوان البصري. مضمون الرواية هم شاهد على صدقها واعتبارها، فضلا عن متنها، يعني المتن أيضا يشهد بذلك. عنوان البصري يقول علامة في البحار هكذا: وكان شيخا كبيرا. عنوان البصري، وهي من مضامين الرواية تبين هذا الرجل كان من الأفذاذ، من النوادر، من نوادر الرجال. هذا عنوان البصري. وكان شيخا كبيرا قد أتى عليه 94 طاعن في السن، يعني سنة. قال: كنت أختلف إلى مالك بن أنس سنين، فلما قدم جعفر الصادق عليه السلام المدينة اختلفت إليه. صرت أدخل على الإمام وأزور الإمام، وأحببت أن آخذ عنه كما أخذت عن مالك، يعني آخذ العلم. فقال لي يوما، الإمام قال: إني رجل مطلوب، يعني للسلطة تحت الرقابة. إني رجل مطلوب، ومع ذلك لي أوراد في كل ساعة من آناء الليل والنهار، وقتي مشغول بالعبادة، فلا تشغلني عن وردي، وخذ من مالك. هذه بها نكتة أيضا، أنا ما راح أوقف عند هذه النكات، بس إشارة سريعة. هاي بها نكتة. ليش خذ عن مالك؟ واختلف إليه، يعني روح إلى مالك وخذ منه كما كنت تختلف إليه. فاغتممت من ذلك. عنوان البصري يقول: أنا اغتممت من ذلك، وخرجت من عنده وقلت في نفسي. لاحظوا الأدب، لاحظوا الرفعة. قلت في نفسي: لو تفرس في خيرا لما زجرني عن الاختلاف إليه والأخذ عنه. شو تواضع النفس، شوف التسليم للإمام. شنو؟ ما يلوم أحد، يلوم نفسه، يقول أنا قاصر، أنا عاجز. هذا وين أهل العلم من هالأدب، من هالمستوى من المعرفة؟ فدخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، يعني لما خرجت من الإمام رحت إلى المسجد وسلمت عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وآله. ثم رجعت من الغد إلى الروضة، إلى روضة النبي صلى الله عليه وآله.
وصليت فيها ركعتين. وقلت، هنا اللي نقول رغبة ودعاء، إرادة ودعاء. وقلت أسألك يا الله يا الله أن تعطف علي قلب جعفر عليه السلام، وترزقني من علمه ما أهتدي به إلى صراطك المستقيم. طالب للحقيقة، يبحث عن الحقيقة، هذا هنا الطالب. ورجعت إلى داري، يعني بعد أن صلى ودعا رجعت إلى داري مغتما، يعني مو قضية ظلت عابرة مجرد الإمام قال لا تجي وراح ورد 10 دقائق انشغل بغيرها ونسيها، لا، ظلت ويا عايشة هذا الغم. ورجعت إلى داري مغتما ولم أختلف إلى مالك بن أنس، حتى مالك هم تركته، هذا هم بنكتة ليش ترك المالك. هذا هو أيضا تخلية، هذا من مقامات التخلية، هذا أيضا من التخلية. ولم أختلف إلى مالك بن أنس لما أشرب قلبي من حب جعفر عليه السلام، يعني قلبي تشبع بحبه. فما خرجت من داري إلا إلى الصلاة المقبولة، إلى الصلاة المكتوبة عفوا، يعني ظليت معتزل حتى عيل صبري، يعني نفذ صبري هم خلص. فلما ضاق صدري، يعني ظلت هاي القضية عايشة وياه. فلما ضاق صدري تنعلت، بس تنعالي هاي هنا نبيها غاية في الدلالة هذه، تنعلت. الله أكبر، شنو بيها من دلالة هاي؟ شوف تتمة الرواية شنو هي، واقعا من عظائم الروايات هذه. فلما ضاق صدري تنعلت وترديت، يعني لبست ردائي، وقصدت جعفرا. وكان بعدما صليت العصر، يعني حتى في صلاته هاي القضية كانت عايشة وياه، اللي ما تحمل بعد وراء الصلاة، لأن الإنسان بالصلاة يصل إلى بعض الجوانب، تنال بعض الفيوضات. فلما حضرت باب داره استأذنت عليه، فخرج خادم له فقال ما حاجتك؟ فقلت السلام على الشريف. الشريف في عرف أهل الحجاز يعني من ذرية النبي صلى الله عليه وآله، السلام على الشريف. فقال هو قائم في مصلاه يصلي. فجلست بحذاء بابه، ما رحت. طلب، هذا الطلب، هذا طالب العلم، هذا طالب المعرفة، هالشكل. خلينا نشوف احنا وضعنا شلون، وأين الطالب وأين. فما لبثت إلا يسيرا إذ خرج خادم، يعني خادم ثاني اجى، من هاي العبارة يفهم مو الخادم الأول، خادم ثاني اجى. فقال ادخل على بركة الله. من أكثر طرق الباب يفتح له. نعم. فدخلت وسلمت عليه فرد السلام وقال اجلس غفر الله لك.
فجلست فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال: أبو من؟ أنت منو أبو من؟ شوف الأسلوب، شوف الرفعة، واقعا واحد يتحير في هاي الرواية. أبو من؟ قلت: أبو عبد الله. قال: ثبت الله كنيتك ووفقك، يعني حقيقة سواك أبو عبد الله، يسويك هكذا ويوفقك. هذا الدعاء هم بعدين راح يبين أثره. يا أبا عبد الله، الإمام بدأ يخاطبه: ما مسألتك؟ شنو عندك سؤال؟ فقلت في نفسي، عنوان البصري يقول: فقلت في نفسي لو لم يكن لي من زيارته والتسليم غير هذا الدعاء لكان خيرا كثيرا. نال المقام. شوفوا المعرفة واقعة. ثم رفع رأسه ثم قال: ما مسألتك؟ لأنه عنوان البصري حدث نفسه، قال لو ما حصلت من هاي الزيارة إلا هذا الدعاء لكان خير. هذه أخذت مدة، فالإمام كرر عليه السؤال: ما مسألتك؟ فقلت: سألت الله أن يعطف قلبك علي ويرزقني من علمك، وأرجو أن الله أجابني في الشريف ما سألته. هذول نوادر التاريخ، هيك رجال واقعا نوادر التاريخ، أعلى من الفقه، أعلى بكثير من الفقه. هذا الفقه الأكبر، هذا الفقه الأكبر. فلما طبعا الإمام من شاف بها المستوى وهو عالم بها المستوى، بس هو هيئ القابلية، هيئ الاستعداد لنفسه، فقال: يا أبا عبد الله. هنا بدأ الإمام يفيض. هاي هي أبواب المعرفة الحقيقية، هذه يريد لها سنين دراسات. هاي الرواية: يا أبا عبد الله، ليس العلم بالتعلم. وين أصحاب العلوم الحصولية؟ ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. العلوم الربانية، مو كل علم، الحديث عن العلوم الربانية. لاحظوا النكت الموجودة فيه: فإن أردت العلم، من يريد العلم مو يجلس ببيته، مو يأكل كل ما يريد ويشرب كل ما يريد ويلبس كل ما يريد ويتولى منصب كل ما يريد ويركض وراء هاي ويركض وراء هاي. فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية. أول شيء اطلبه هو حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعماله، يعني بالعمل به. اشتغل على العلم. الناس من الصبح لليل يركضون على المال وعلى الدنيا، يطلبوه، بس الطالب للعلم، الإمام يقول هاي العبودية هنا: واطلب العلم باستعماله واستفهم الله يفهمك. هنا إشارات كبيرة واقعا، كل واحدة منها تحتاج مجال للكلام. قلت: يا شريف. فقال: قل يا أبا عبد الله. احكي، ايش عندك؟
قلت يا أبا عبد الله ما حقيقة العبودية؟ في الرواية هنا ما موجود. هو قال قلت يا شريف، قال قل يا أبا عبد الله، لا تقل يا شريف، فقلت يا أبا. اي في هاي الرواية ما كان، يعني في هالنص ما موجود هذا الشيء. اي صح تمام، اعتذر. قلت يا شريف، يعني هاي ما شفتها انا هاي النص. قلت يا شريف فقال قل يا أبا عبد الله. هذا هم بي واقعا حتى بعض المؤمنين يغفلون عن هاي النكات أحيانا. فقال قل يا أبا عبد الله. قلت يا أبا عبد الله ما حقيقة العبودية؟ قال 3 أشياء. حقيقة العبودية 3 أشياء واضحة جلية صريحة ما بيها أي غموض، حتى مدرس ما تحتاج. أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا أو ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك أو ملك. العبد لا يملك، هاي فلوسي وذاك بيتي وهاي سيارتي هذه الأموال كلها أنت مخول فيها لا تملكها. هذا هو العبد. لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله به. إذا الناس فكروا هالشكل بعد يبقى واحد ما ينطي خمس وما ينطي زكاة وما ينطي الواجبات اللي عليه وما يوصل رحمه ويبخل نفسه تشح. يعني صور ماله مالي، هذا مالي. وين العباد وين العبودية؟ ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، حتى تدبير النفس ما يدبر. من هسه يفكر بعد 20 سنة شلون يدبر قوت لعياله. وما أكثر الجنايات تقع بسبب هالتدبير هذا. ظلامات كبرى قاعد تقع في شعوب بسبب هذا التفكير المنحرف عن الصواب. ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به. شوف أوامر المولى شنو، أنت عبد، ونهاه عنه. بعدين الإمام يذكر النتيجة. فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكا، إذا لا يرى لنفسه ملكا هان عليه الإنفاق فيما أمره. النتيجة طبيعية هذه. فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه. وإذا فوض العبد تدبير نفسه إلى مدبره أو على مدبره هان عليه مصائب الدنيا. بعد هذا يشعر بشقاء. وإذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى ونهاه لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهاة مع الناس. أنا والكبر والأنانية والعجب وإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة، هذه كرامة من الله. إذا الله عز وجل يريد يوصل العبد إلى هذا المقام، لا يطلب ما عند الناس عزا. يركض بعد وراء هذا ويركض وراء هذا. شايفين بعد حياتنا شقد بعيدة عن الله، شقد فيها غفلة، شقد مليئة. لا يطلب ما عند الناس عزا وعلوا
ولا يدع أيامه باطلا. أيام جزافية يعيش. فهذا أول درجة التقى. قال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لهنا الإمام أنهى الكلام في بيان حقيقة العبودية. قلت عنوان البصري: يا أبا عبد الله أوصني. يعني رجل عرف شلون يستثمر الفرصة واقعا. أوصني. قال: أوصيك ب9 أشياء. فإنها وصيتي. لاحظوا هذا الكلام: فإنها وصيتي لمريدي الطريق إلى الله. اللي يريدون الطريق إلى الله هذه وصية المعصوم، مو وصية زيد وعبيد وزيدون وبكر وخالد اللي بعض الناس راكضين وراهم. لا، معصوم. وصيته لمن يريد الطريق، اللي يريده. والله أسأل أن يوفقك لاستعماله، أن تتوفق لتطبيق هذه. 3 منها من هاي الوصايا، هن مو 9، 3 منها في رياضة النفس. وينهم هذول اللي يقولون فلان وفلان مؤسسين علم المعرفة؟ وينهم؟ هاي الرواية تبطل كل هذه الادعاءات. 3 منها في رياضة النفس، و3 منها في الحلم، و3 منها في العلم. لهذا الثلاثي رياضة النفس والحلم والعلم اكو كلام مفصل. ليش هذه ال3؟ نكات كثيرة اكو موجودة في هذه. فاحفظها. الإمام يقول لعنوان البصري: فاحفظها وإياك والتهاون بها. إذا أنت تريد الطريق إياك أن تتهاون بها. قال عنوان: ففرغت قلبي له. اللي هذا يدلل أن عنوان كان من أهل هذا الطريق، يحكي حسب القواعد، يحكي حسب الأصول. ففرغت قلبي له حتى أسمع، ماكو أي شيء يمنعني منه. فقال: أما اللواتي في الرياضة فإياك أن تأكل ما لا تشتهيه. هاي اللي ذكرنا العيوب ال4 لا تنسوها. فإياك أن تأكل ما لا تشتهيه فإنه يورث الحماقة والبله أو البله، جمود الذهن، ذهن ما يشتغل بعد. كم مليون من الناس ينتبه لهاي النكتة ويسويها؟ ولا تأكل إلا عند الجوع. هنا يبين أثر الصيام. وإذا أكلت فكل حلالا. وسم الله. واذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله.
شنو الحديث؟ هذا الحديث: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولا بد، يعني إذا كنت محتاج إلى طعام لا بد منه، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وين الأطباء؟ وين أهل المعرفة من هاي التعاليم هذه؟ هاي هي السلامة، سلامة النفس وسلامة البدن. هاي الرياضة. إذن الرياضة هنا مو بطرق الصوفية، الرياضة هنا، هاي الرياضة. وأما اللواتي في الحلم أيضا ثلاثة. فمن قال لك، لاحظوا شوفوا التطبيق، فمن قال لك إن قلت واحدة سمعت عشرا، فقل إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. لا، أثار أعصابي، هيج مشاعري، جرح بشخصيتي، آهاني، هذا كله أنا، هذا خروج عن العبودية. العبارة يسمعوها المسيحيين اللي خاصين بمقولة المسيح اللي يصفعك على خط الدك لابن في القد الأيسر، أعظم من عدة عشر. بالي بعد: ومن شتمك فقل له إن كنت صادقا فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي. عبد، هذا عبد، مو تأخذه العزة بالإثم. وإن كنت كاذبا فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك. شوف التسامح، شوف السعة، ايش قد السعة هذه في النفس. ومن وعدك بالخنا، يعني الكلام الفاحش، فعده بالنصيحة والرعاء. رعاء، انصحه، قل له لا تحكي هذا الكلام مثلا. والرعاء، هاي الثلاثة في الحلم، لأن هاي الثلاثة الأولى ما إلها تأثير إذا هاي الثلاثة مو موجودة. رياضة النفس من دون حلم ما إلها تأثير. جوع وعطش، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لأن حلم لازم يكون وياه. وأما اللواتي في العلم فاسأل العلماء ما جهلته، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة. تريد تمتحنه، شوفه يعلم ما يعلم، يعرف ما يعرف، حتى بعدين هنا وهناك تقول هذا من يلا علمية. نعوذ بالله من هذه المساوئ هذه. وإياك أن تعمل برأيك شيئا. لا، مزاج، يصير إنسان مزاجي، الشيء اللي يعجبه يسوي، ما يعجبه ما يسوي، ماكو ضوابط، ضوابط ماكو. وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا. لا، أنا شجاع، أنا أتكلم، أنا أصرح، أنا كذا، أجرح بهذا، أقدح بهذا، أشخص بهذا، نقص بذاك. شجاعة، وين أهل الشجاعة؟ خذ بالاحتياط ما تجد إليه سبيلا. واهرب من الفتيا هربك من الأسد. وين حقيقة نحن؟ يعني واحد من يشوف هاي الرواية ويشوف ما عليه الواقع في الخارج، شوف وايا بعيدين الكثير، يعني ما أقول الكل. ولا تجعل رقبتك للناس جسرا، تفتيهم وهم يفوزون لأن عملوا وأنت تكون المسؤول. بعدين الإمام لما أنهى الوصايا ما خلى بعد عنوان يتم الكلام،
قال قم عني يا أبا عبد الله فقد نصحت لك. هاي نصيحة لكل الطالبين، لكل أهل المعرفة، لكل أهل العلم. هذه هي أبواب العلم، هاي هي أبواب المعرفة. وفي هذين الشهرين فرصة حقيقة للالتفات إلى بعض هذه النكات ولو ما يمكن. إذا الإنسان حصل هذا الشيء فليعتبر نفسه هو في طول عمره حصل الشيء الكثير، وإذا ما حصل شيء إيش قد ما يريد يكون محصل وما محصل شيء، ما وصل غاية العبودية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته واجتناب معصيته، وأن يوفقنا للتخلي من الرذائل والتحلي بالفضائل، ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.